مرة متحمسة لإني وأخيرا راح أشوف أمي بعد غياب لأكثر من 5 شهور، أوكي؟ وأنا بعد اللي جالس يصير هذا مرة محتاجة أشوف ماما. عموما تخيلوا كلكم من ضمنكم أمي كنتوا تحسبون إني أنا راجعة دبي، لكن صدمتكم وراح أصدمها بعد شوي إني أنا حاليا بمصر. طبعا أنا طيارتي وصلت اليوم الساعة 6 الفجر، أول ما وصلت رحت أخذت أوتيل، أوكي؟ عشان أمي ما تعرف إني أنا بمصر. صحيت من النوم، سويت شعري بسرعة وجبت لها بوكيه الورد هذا، والحين حنطلع لأمي نشوف مع بعض ردة فعلها لما تشوف. متحمسة اوكي، لانه قسما بالله الفترة هذه بالذات اكثر فترة احتاج اشوف فيها ماما حرفيا. تعالوا السلام عليكم. هلا والله عمي، يا عمي والله وحشتيني يا عمي. امبارح عن جد؟ يا عمري وحشتيني والله ما بعرف والله وحشتيني. شبك امي؟ ها؟ ليه عم ها؟ امي لا امي خلص مشان الله. امي بنتك قوية امي شبك. ها امي حبيبتي امي والله بحبك امي. الله يسعدك الله يسعدك يا عمي. خلاص امي تفضلي. الورد يا طيب. الورد يا عمري يا ربي. خلاص يا جماعة جينا للصاحب الحقيقي. بعد راسي يا امي بعد راسي. طبعا الله يسعدك. والله يا جماعة كنت محتاجة هالحضور، والله مرة كنت محتاجته. إلا يومين بس بالبحرين، إلا إنه أهل البحرين استولوا على قلبي. قسما بالله إني صرت أحبهم أكثر من أي شيء. تخيلوا طبعا يا جماعة اليوم آخر يوم لي بالبحرين، أوكي؟ جيت أسوي تشيك أوت من الفندق. المهم وأنا طالعة كلمني الريسبشن قالوا لي تالا أمس جتنا واحدة تركض ركض، أقسم بالله من قوة ما إنها تركض تلهث المسكينة. المهم حطت عندنا الكيس هذا وقالت سلموه لتالا وراحت. المهم يا جماعة أخذت الكيس، جيت أبغى أشوف إيش فيه، لفتني إنه مكتوب هنا شيء. تعرفون إيش مكتوب؟ دقيقة حوريكم. أمان شوفوا إيش مكتوب. تالا عمتها أصلا. يا زين أمك يا شيخ يا زين أمك. ليت الموضوع وقف لي هنا، يا ليت الموضوع وقف لي هنا. شوفوا إيش الهدية اللي جابتها لي. شوفوا اوه ماي جاد ايش كثر الرسمة تجنن. شوف اوه ماي جاد شيز كوبي بيست فروم مي. لا مرة حلوة شكرا. والله يا بنات بتصيرون تشوفون الرسمة هذه كثير لاني بعلقها ببيتي ان شاء الله. المهم أهل البحرين شكرا لكم على كل شيء سويتوه معاي بهاليومين. يشهد الله إني كنت جاية بس علشان هدف معين، واللي سويناه كسرنا خشم ذيك. لكن ما توقعت إني أنا أغرم بهالبلد وبشعبها بهالشكل. بإذن الله حفلة 8 مليون أنا قلتها وأعيدها راح تكون هنا. شكرا لكم مرة، والله العظيم إني أحبكم يا أهل البحرين، والله العظيم شكرا. ذكروني بأهل السعودية مرة كيوت، أحبكم. يا جماعة طبعا زي ما انتم شايفين انا جيت لنفس محل الذهب اللي انا اشتريت منه امس هالطقم ب70,000، لكن ما جيت ارجعه، لا ما عليكم احنا مطانيخ وما نسويها. جيت اخذ منهم وصل امانة واترك الطقم عندهم امانة لمتى؟ ليومين او 3. طب تالي ليش بتسوينها؟ ليش ما تروحين لدبي فيه؟ انا بقول لكم لاني انا اصلا ماني برايحة لدبي قسما بالله العظيم وراس ابوي اني انا كنت حاجزه لدبي على اساس اني انا ارجع اليوم، اوكي؟ لكن شفت مقطع شادن، اوكي؟ انا ورا هذه الانسانه لين ما اثبت لكم انها كذابه. شفت مقطع الشادن منزلته تقول فيه انه اي احد عنده منع سفر يقدر انه يروح للبحرين، ما ادري شلون. عموما وفي ناس مصدقينها، هذا اللي ينكر. عموما طبعا يا جماعه الموضوع هذا صحيح، لكن للي عندهم الهويه الوطنيه لابناء دول الخليج بس، واذا كان عندهم سبب قوي يقدرون انهم يقدمون طلب استرحام للمحكمه وتاذن لهم ويجون للبحرين. مع ذلك في ناس مصدقين. عموما انا بكسر عينك يا شادن للمره المليون، اوكي؟ وبروح لمصر. عاد هذا بيكون اكبر اثبات ودليل انها كذابه، لانه منع السفر لما يجي الشخص يجي علشان ما يروح لبلده، اوكي؟ فانا بسافر لبلدي عشان اثبت لك انه انا ما عندي منع سفر ولا هم يحزنون، وعشان تبطلين كذب. بطلي كذب يا بنت الحلال، لانك كل ما كذبتي كل ما حشرتك. ولا اقول لك هذا بيكون ردي الاخير لك، لكن اتمنى بعد هالرد تعرفون انها كذابه وان ما عندها سالفه وانها انسانه تدور ترد. ثانك يو ماي دير. ثانك يو ماي دير. ثانك يو. اوكي بسم الله توقع. اوكي
Now you can take this one, Yes. and whenever you come, Yes. I need the receipt. Okay, you will give it to me. When you give the receipt, anyone will bring this receipt, I will give them. You will give him the gold. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.